لو جيت قلت لك انا مره صرفت كل اللي ورايا واللي قدامي وجمعت كل فلوسي وفضلت سنين اجهز نفسي عشان اطلع رحله، بس مش لباريس ولا لندن ولا حتى دهب. عملت كل ده عشان اروح ازور واحد معرفوش في محافظه جنبنا واشوف بيعمل ايه في حياته، بيسهر فين، بيحب ياكل ايه، بس وارجع تاني. كل ما الاقي نفسي فاضي بزوره تاني. اكيد هتقول عليا يا اما كداب يا اما عبيط، وساعتها محدش هيلومك. الكلام ده فعلا يا اشتغاله يا اما عبط. بس للأسف كتير مننا مصدقين حاجة قريبة من كده. ناس كتير مصدقة إن في فضائيين بينزلوا على الأرض راكبين أطباق طايرة عشان يراقبونا ويدرسوا تصرفاتنا، واحتمال كمان يكونوا بيعملوا كده عشان يجوا يحتلوا الأرض قريب. بالراحة كده ومن غير زعل، هو لو في كائنات عايشة في كوكب بعيد وعندها الذكاء والإمكانيات الكافية إنها تسافر في الفضاء، يعني متقدمين أكتر مننا وأذكى مننا، إيه المميز فينا يتراقب؟ معلش، هيجوا يتفرجوا على إيه ويمشوا؟ هيكلفوا نفسهم سفر في الفضاء ومشوار بتاعي يعني؟ بلاش دي. العالم فيه أكتر من 6 مليار سمارت فون بيصور صور وفيديو وبيسجل صوت وبيطلع لايف كمان. أكيد حاجة غريبة زي وجود فضائيين على الأرض أو طبق طاير في السماء لو موجودة فعلا كان على الأقل واحد من ال6 مليار موبايل لقطها بشكل واضح. الموبايلات النهاردة ما بتسيبش حاجة ما بتصورهاش، وكشفت أسرار كتير وفضحت ناس كتير. اشمعنى جت على الفضائيين وعطلت؟ كل نظريات الفضائيين جاية من كلام شفوي، من ناس بتقول إنها شافت فضائيين أو صور مش واضحة ما تقدرش تحكم بيها. ولازم نعرف إن في العلم الشاهد العيان أضعف دليل على أي نظرية. لو عايز تقدم نظرية والعلم يرفضها، ابدأ كلامك وقول أنا شفت بعيني. واللي بيقول الحكومات بتغطي على قصة الفضائيين، هسألك سؤال: إمتى آخر مرة حكومة في دولة عرفت تخبي حاجة؟ يا عم بقول لك 6 مليار موبايل ب6 مليار كاميرا. الحكومة آخر مرة عرفت تخبي حاجة كان الناس بيتصلوا ببعض من كباين والتليفونات كانت لسه بسلك، خصوصا لو الحاجة اللي الحكومة هتخبيها دي حاجة غريبة زي الفضائيين أو الأطباق الطايرة. كمان في عدد ضخم من الطيارات بتقلع وتهبط كل دقيقة من مطارات العالم. انت متخيل لو السما فيها أطباق طايرة بتلف تستكشف كل شوية؟ عارف كم طيارة هتصطدم بيهم وتتدمر كل يوم؟ وكم حوادث الطيران الضخم اللي هيحصل كل يوم لو في أطباق طايرة في السما؟ وساعتها كمان هنشوفهم وهنعرف انهم موجودين، بس ده ما بيحصلش. وعندك كمان عدد كبير من التلسكوبات موجهة للسما طول الوقت، ومعظمها حاليا شغالة بالكمبيوتر والذكاء الصناعي، واظن دول لو شافوا فضائيين مش هيخبوا. غير كمان ان الارض متصورة من فوق بالاقمار الصناعية على مدار اليوم، وانت نفسك تقدر تبص عليها ببرنامج جوجل ايرث. يعني لو الفضائيين طالعين نازلين علينا 100% كان هيبقى عندنا صور وفيديوهات واضحة ليهم. طيب امال الكلام ده جاي منين؟ البشر دايما لما يقف قدامهم حاجة ملهاش تفسير لازم يوصلوا لتفسير، وساعات التفسير ده بيبقى غريب شوية حسب خيال الشخص اللي بيفسر. يعني واحد شاف نور ابيض في السماء مش عارف ايه هو، ولسه شايف فيلم عن الفضائيين، يبقى النور ده فضائيين بيلفوا بالطبق الطاير بتاعهم. زي بالظبط الشخص اللي شاف نور ازرق في السماء في اسكندرية قال ان ده جاي من الزلزال ونهاية العالم قربت، وطلع بعد كده النور ده ليزر طالع من حفلة. وعلى الرغم ان الزلازل ما بتطلعش نور ازرق ولا احمر ولا اي نور، ومفيش اي دليل ان العالم هينتهي لما يظهر نور ازرق في اسكندرية، بس ناس كتير صدقت، والناس دي متعلمة. زي كمان لما العلماء اختلفوا في طريقة بناء الفراعنة للأهرامات وما لقوش تفسير لطريقة رفع الحجارة العملاقة دي لفوق، ناس طلعت قالت يبقى الفضائيين نزلوا وساعدوهم، وبرضه ناس صدقت. لازم نفهم ان مش معنى انك ما تعرفش ايه ده او تفسير الحاجة دي ايه ان اي نظرية هتتقبل عليها وخلاص حتى لو مفيش دليل. يعني انت مش عارف النور اللي في السماء ده ايه ومش عارفين نحدد مصدره، مش معنى كده انك تصدق اي حد يقول انهم فضائيين او نهاية العالم وخلاص. العلم قائم على الدليل والبرهان فقط. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة انا هكون مبسوط. وما تصدقش اي كلام يتقال، وما تنساش دول.